صباح الخير وصباح النور على عيون متابعيني الجمال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة كده زي ما انتم شايفين. حلوة وكل الناس بتحبها يا جماعة. هنعمل النهارده كيكة البلح. كيكة البلح الأسمر، حاجة كده الريحة قلب الشقة وقلب يعني الريحة تجيب من آخر الشارع. طعم وقوام، والبلح مع القرفة مع الزبدة حاجة كده يعني. كلها جميلة. طبعا كلها قيمة غذائية. اللي انتوا عارفين البلح فيه قد ايه فايدة. زي ما انتوا شايفين كده شكلها بيتكلم عن نفسه، وطرية جدا ومفيدة، ولازم طبعا البلح الأطفال كلهم يعني ياكلوه. لازم، لأن فيه فايدة وفيه قيمة غذائية. وإن شاء الله انتظروا مني وصفات حلوة كتير للبلح. هنعمل النهاردة أول حاجة منهم، وهي كيكة البلح والقرفة. طبعا ما ينفعش البلح يطلع وما نعملش الكيكة دي، جميلة جدا. وهنعملها إن شاء الله النهاردة ببطين اتنين. طبعا نظرا لغلاء الأسعار والحاجات الكتيرة دي، فاحنا ايه يعني الى حد ما هنحاول نظبط الدنيا كده علشان تكون المقادير كلها على قد ايدينا. ادهن بقى الاول الصينيه كده، احط فيها قطعه زبده حلوه بقى من الحروف ومن الارضيه وكل ده. وهنحط كده رشه سكر من الحروف كده ومن الارضيه، وهحط بقى رشه سكر، معلقه سكر كده كبيره. وهنحط بقى رشه قرفه. وهنرص البلح بقى كده مع بعض الاول في اول خطوه نعملها، يعني اول خطوه نبتدي بيها في الكيك. ان احنا هنحط الزبدة كده ونحط السكر والقرفة علشان نرص البلح، والزبدة تمسك في البلح علشان لما نيجي ننزل الخليط بتاع الكيك على البلح ما يروحش كده مني، والبلح يتفرفت كده او يبعد بعيد عن بعضه. تمام. طبعا الكيكة زي ما احنا متفقين هنعمل كيكة، يعني المكونات كلها بره التلاجة بدرجة حرارة المطبخ. بيض، بيكنج باودر، لبن، زيت، كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ علشان الكيكة تطلع مظبوطة زي ما احنا عايزين او زي ما احنا كده شايفين. الطريقة طبعا ولا اسهل. بالنسبة بقى للبلح، طبعا البلح بيجي واكيد كلنا بنخزنه. فهي طريقة التخزين، البلح ملوش اي طريقة، هيجي كده بحاله كده من الراجل اللي انت جايبة منه البلح او من سوق الخضار او اي حتة، وهتبدأي انك هتشتري البلح ببعضه من غير ما تقشريه ومن غير ما تحشوا منه النقع ومن غير ما تعملي فيه اي حاجة. البلح يا جماعة بتخزن ببعضه بقشره بحاله، مش بيتفصص ولا اي حاجة. تمام. هنرص بقى البلح. طبعا البلح ده كده مرصوص عكس. تمام. فاحنا ايه، انا بعد ما رصيت كده افتكرت طبعا علشان هنقلب الصينية بتاعتنا، فاحنا محتاجين الشكل يكون افضل. فبعد انا ما يعني بعد ما رصيت كده هرجع اقلبه تاني على وش البلحية علشان لما اجي اقلبها تديني شكل حلو. ومنظر جمالي كده حلو زي ما انت شفتوا في اول الفيديو. حطينا الاول قطعة زبدة وحطينا عليها رشة سكر ورشة قرفة، وهنرص البلح بتاعنا كده واحدة واحدة بشكل حلو. اي قالب بقى عندك يمشي. انا قلبت البلح زي ما قلت لكم علشان الشكل يديني يعني يكون الشكل حلو ومنتظم. رصيت البلح كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هركن الكلام ده على جنب كده يمسك في بعضه لما نعمل مكونات الكيك بتاعتنا. مكونات الكيك بتاعتنا بقى ايه؟ معانا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. ولو انتي حابة تحطيهم 3 يبقى تمام، دي والله على حسب الإمكانية وعلى حسب الموجود، بس بقية المقادير كلها هي. هنحط بيضتين في الخلاط وهنحط فانيليا. طبعا ادام بيض يبقى فيه فانيليا وفيه خل. طبعا احنا متفقين ان معلقه الخل معانا في المعجنات والكيكات اساسيه، مش هنقدر نتخلى عنها. قل يعني ايه، او يعني يعتبر في كل الكيكات ما عدا حاجه بسيطه خالص. حطيت البيضتين وحطيت معلقه صغيره فانيليا سايله. لو عندك بودر تقدر تستخدمي، مفيش اي مشاكل. هحط دلوقتي كده معلقه خل كبيره من بتاع الاكل. ما تقلقيش، مش هتأثر ولا حاجة ولا هيبان طعمها ولا كل الكلام ده. هي هتحوش زفارة البيض وهتديني هشاشة للكيكة اكتر كمان. كوباية سكر، يعني كوباية سكر عادي، حبيبات مش بودرة ولا حاجة. وهحط المكونات دي كلها كده في الخلاط. بعد ما انضربت كده زي ما انتوا شايفين هحط نص كوباية زيت. مش كوباية زيت يا جماعة كاملة، نص كوباية وهتبقى معاكي تمام وزي الفل. وتلات ارباع كوب من اللبن. وان شاء الله اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. لو وصلت بقى معانا في الفيديو لحد كده متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ضربنا بقى المكونات السائلة كده مع بعضها. هنحط بقى المصفى بتاعتنا وننخل الدقيق. لو انت عاملة كيكة في البيت ونخلت الدقيق مرتين تلاتة ولا اي حاجة، دي هيديكي نتيجة افضل واحسن كمان
للكيك بتاعك. فما نحطش نتعود ان احنا ما نحطش الدقيق كده على طول على الكيك، ننخله الاول واحنا بننخله ندخل في المصفى هوا، يعني ننخله ونرفع ايدينا كده بالمصفى يدخل هوا زيادة في الكيك بتاعنا. وطبعا بيديني نتيجة افضل بكتير. حطيت الوقت كده كوباية من الدقيق، مش مكبوسة، كوباية عادية يعني واخدة راحتها كده، ومعلقة صغيرة من بتاع الشاي بيكنج باودر. تمام. هحط بقى البيكنج باودر على الدقيق كده وهنخل الكوباية. طبعا الدقيق اللي انا مستخدماه ده دقيق جميع الاغراض ومغلف، مش دقيق سايب ولا حاجه، بس لازم يتنخل وبيطلع منه الحاجات البسيطه دي. فلازم يتنخل كويس جدا. اللي انا حطيت دلوقتي نص كوبايه دقيق كمان ومعلقه نشا. يبقى اللي احنا استخدمناه لحد دلوقتي كوبايه ونص دقيق ومعلقه نشا. تمام. رشه الملح بتاعت كل الكيكات. طبعا السنه لازم اي كيكه نحط فيها رشه الملح دي. هنقلب بقى كده كويس جدا بالمضرب. في الحالة دي بقى ما احناش عايزين الخلاط خالص. يعني هنكمل بقية الخطوات بتاعتنا بالمضرب اليدوي. تمام. ولكن لو الخلاط بتاعتك سرعته عالية تقدري تعملي كل المكونات في الخلاط. هنقلب بقى كده الكيك بتاعنا، وحاسه ان الكيك محتاج معلقه دقيق كمان. ولو عملته يعني لو عملتوه على القوام ده تمام، بس انا حابه بس يعني القوام يكون تقيل شويه علشان ينزل كده على البلح، ما ايه البلح ما يتفرفطش مني كده ويروح يمين وشمال. معانا التاني هحط معلقه دقيق ونص كمان. يبقى احنا استخدمنا كوبايه ونص ومعلقتين، وكوبايه ونص ومعلقه ونص، يعني كوبايتين الا معلقه ومعلقه نشا. يبقى كده كل اللي احنا استخدمناه كوبايتين مواد جافه اللي هما الدقيق والنشا وبس. تمام. هقلب بقى كده كويس جدا. وبعد ما اخلص تقليب بقى هجيب الاسباتولا عشان اشيل كل الحروف دي وانزل الخليط بتاعي على الصينيه اللي فيها الكيك، اللي فيها البلح وفيها القرفة بقى والحاجات الجميلة اللي هتطلع الريحة الحلوة بتاع الكيك دي. طبعا الكيك ده بقى يعني مناسب جدا لجوع نص الليل، للصبح كده فطار خفيف. جميلة جدا، اعملوها وان شاء الله مش هتندموا ابدا. طريقة ولا اروع والمقادير مظبوطة جدا. البلح بقى مسك كده معانا في الزبدة بردت، فمسكت البلح في الصينية. هنزل بقى بخليط الكيك، ما شاء الله انتوا شايفين الخليط قدامكم عامل ازاي. هنزل بقى كده عليه على البلح كده كله علشان يتوزع كويس. انزل بقى كده بالسباتولا كل اللي في المقادير اللي في الحلة دي علشان يكون المقدار مظبوط، والصينية كده تطلع معانا حلوة كده وشكلها حلو. جربوها يا جماعة، ويا ريت اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات ان هو جربها وعجبته ولا لا، و... او ظبطت معاه او ما ظبطتش. طبعا لان الكومنتات دي بتفرحني. طبعا كل حاجة انا بعملها معاكم جرباها وعارفة ان هي ناجحة مليون المية، والا مش هطلع بيها خالص ومش هقولكوا عليها. تمام. لان طبعا الامانة هي يعني هي الامانة اساس كل حاجة. فجربوا كل حاجة بجربها قدامكم على القناة متجربة وحلوة وبجد بجد ممتازة، فما تقلقوش من اي حاجة. اي بنوتة كده لسه متعلمة تدخل المطبخ جديد تقدر تعملها هتطلع معاها تمام وزي الفل. خبطتين كده خبطتين كده على الرخامة علشان بس لو في فراغات كيك او اي حاجة تنزل كده والدنيا تبقى تمام. همسح بقى الحروف بتاع الصينية علشان ما تتحروقش وتطلع لي ريحة ان الكيكة محروقة، وافتح عليها وهي لسه مستوتش تقوم تهبط مني والحاجات الكتير دي. تمام. طبعا الكيك لازم درجة حرارة 180، مفيش كلام. تسوية الكيك درجة حرارة 180. الفرن دايركت سابق التسخين قبلها. اول ما بنشتغل في الكيك بيكون الفرن متولع على درجة الحرارة علشان لما نيجي ندخل الكيك يكون الفرن محقق درجة الحرارة اللي احنا عايزينها. زي ما انتوا شايفين السكينة شوفوا عاملة ازاي في الكيك. كيك طري جدا جدا، هش. وطعمه بقى يعني ولا اروع. بجد طعمه حلو قوي. شوفوا الكيك بيعمل زي اسفنجي، يعني طري طري بجد. طبعا لو عايزة يعني تزودي كمان كمية البيض ودي كلها حرية شخصية برضه تقدري، مفيش اي مشاكل.
زي ما انتوا شايفين كده. جربوها ويا رب تعجبكم، وجربوها بالطريقة وقولوا لي ايه رأيكم فيها وهي عجبتكم ولا لا. شوفوا بقى يعني شكلها بصراحة بيتكلم عن نفسه. انا مش هقول لكم بالسكينة، بقول لكم قد ايه هي طرية وهشة. والمقادير مظبوطة جدا، وسكرها هادي جدا معقول، مش مسكر ولا يجزع ولا كل الحاجات دي. جميلة جدا يا جماعة، وريحتها كانت قلب الدنيا. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو القناة عجبتكم، وادخلوا كده خدوا لفة سريعة. والسلام عليكم ورحمة الله.